ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. عندنا الحادثه بتاعت النهارده دي حصلت في بدايه السبعينات كده، مشكله كبيره جدا وصلت احمد مظهر بعد مشكله مع سعاد حسني انه فكر انه يعتزل. طيب ايه اللي حصل؟ سعاد حسني واحمد مظهر اشتغلوا قبل كده كتير في افلام قبل الفيلم ده، لكن الفيلم ده سعاد حسني طبعا صممت انها اسمها الكاتب الاول، والكلام ده نرفز احمد مظهر جدا. ازاي احمد مظهر اتكتبت نمره اتنين وهي صممت؟ الناس بقى طبعا كان وقتها محدش عارف يتدخل خالص في المشكله دي. والمشكله دي انتهت بايه؟ طبعا سعاد حسني كانت نجمه كبيره وبتجيب ايرادات، فاعتقد ان باين قوي كده ان هي اللي هتنتصر في الحكايه. المهم احمد مظهر عمل حركه برضه صايعه جدا، يعني ما اقصدش صايعه وحشه، يعني اقصد حركه ذكيه جدا. انه عمل ايه؟ اعلن في الجرايد ان هو يعتزل وانه هيفتح ورشه لتصليح العربيات. بالمناسبه الكلام ده يعني ما كانش كذب منه، هو كان الكلام ده كان حقيقي، ان هو كان بيحب يصلح العربيات، عنده هوايه تصليح عربيات زي الناس اللي عندها هوايه تصليح الساعات. ده هو كان بيحب يصلح عربيات، وقال انا هعمل ورشه كبيره في البيت بتاعي اصلح فيها العربيات. وعمل حاجه تانية، قال انا هفتح استوديو تصوير فوتوغرافيا وهدرس الاول او هتعلم الاول على ايد احمد خورشيد. واحمد خورشيد ده مصور سينمائي كبير، زوج اعتماد خورشيد بالمناسبه. فقال انا هاخد شهاده خبره من احمد خورشيد وبعدين ابدا افتح محل او استوديو فوتوغرافيا. وطبعا خبر ملا الدنيا وملا الجرايد وخلى شكل سعاد حسني مش كويس، لانها هتبقى تسببت في اعتزال نجم كبير زي ده عشان مصممه تكتب اسمها الاول. بقول لك برضه ذكاء، هي معاها برضه النجوميه والايرادات وكده، فكل المنتجين هيقفوا معاها، مش هيحبوا يزعلوها لان في الاخر الفلوس هتبقى مهمه للمنتج. سعاد حسني بتجيب فلوس. اما بقى احمد مظهر فمسكهم من حته تانية خالص، بخلي بقى ايه الجمهور مثلا غاضب من سعاد حسني بالمنظر ده. بعد شويه الموضوع عدى وخلاص، وهو ما مثلش الفيلم ده، واحمد مظهر رجع تاني يشتغل في السينما. بل الاكتر بقى يعني تراجع عن فكره الاعتزال، الاكتر من كده انه اشتغل كمان مع سعاد حسني بعدها بفتره كبيره قوي فيلم شفيقة متولي. دي اول حكايه كانت معانا النهارده. تاني حكايه معانا النهارده ان كلنا بنسال مثلا ميرفت امين ايه اللي خلاها مثلا تمثل؟ كانت الاول مذيعه، الاول درست اداب طبعا وبعدين بقت مذيعه وبعدين بتمثل. اللي خلى ميرفت امين تمثل احمد مظهر برضه سنه 65 اكتشفها، كانت بتدرس في كليه اداب لسه، وطلب منها انها تيجي مكتبه تشوف، آه، تيجي المكتب عنده ويبدا يعرض عليها فكره انها تمثل. وبالفعل مثلت اول افلامها كان بترشيح من احمد مظهر. بعدها بفتره قالوا ان في قصه حب بين ميرفت امين او بين احمد مظهر والممثله الجديده اللي اكتشفها احمد مظهر، لكن الموضوع ده ما حصلش يعني او ما تمش بشكل رسمي ان هم ارتبطوا ولا حاجه. عادي ميرفت امين كانت بترتبط عادي بالناس وكانت بتتجوز، ونفس الكلام احمد مظهر. فده لو كان حصل اكيد كانوا اعلنوا وقتها. بدول القصتين اللي كانوا معانا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك.